حبيتي ديري الدجاجه محمره محشيه بالروز وحدك في الدار خير من تاع برا وتجي بزاف بنينه طايبه زبده وما تجيش ناشفه. روحي تبعي هذا الفيديو. في لاماريناد نسحقوا مغرفه صغيره تاع الكمون، مغرفه صغيره ثوم بودر ولا ثوم حب، نص مغرفه زعتره. هنا درت توابل الدجاج، درت مغرفه ونص، وشويه تاع الفلفل الكحل، زدت مغرفه تاع لاموتارد، وزدت مغرفه تاع العسل راح تمدلو تحميره هايله. درت عصره تاع نص حبه قارص. انا هنا ما درتش الملح لانه توابل الدجاج ديجا فيهم الملح، اللي ما عندهاش دير مغرفه صغيره ملح. هنا زدت شويه تاع الزيت يعني حوالي نص فنجان، ونخلط هذا لاماريناد ونجيب الدجاجه ولا لي مورسو تاع الدجاج اللي راني حابه ان نحمرهم. نديروهم مليح في هذيك لاماريناد، يعني ندهنوا الدجاجه مليح. وهنا ما تنساوش تثقبوها بعود الاسنان، انا نسيت هنا ما درتهاش هذه العمليه الغدوه من ذاك باش درتها. ثقبوها مليح وخليوها تشرب. هنا السر اللي راح يخلي الدجاجه تاعك تجي تذوب في الفم، احكمي مورسو تاع الزبده، ديري له شويه تاع الثوم شويه تاع الزعتره بالشكل راك تشوفوا فيه. انا قسمته ودوك تشوفوا وين نديرو. شتو الزدر تاع الدجاجه ديروها بين الجلد واللحم تاع الدجاج. هذه الطريقه خلات الدجاج هذاك الزدر ما جاش ناشف وجا بزاف بنين. وسيي ودخلوا شويه لا ماريناد قبل ما ديروا الزبده. ديروها بهذه الطريقه ما كومش راح تندموا. نغطيها ونخليها تريح ليله كامله، يعني والله على الاقل ساعتين، ما طيبوش ليلي باش تجي بنينه وتتشرب. وكما قلت لكم ما تنساوش تثقبوها بعود الاسنان ولا فرشيطه ولا موس كيما تحبوا. هنايا غدوه انا خليتها ريحت ليله كامله باش تشرب مليح. شوفوا كيفاه ولات. هذا هو البلا اللي حنا نطيب فيه الدجاجه. انا نشتي نغطيه بالالومنيوم باش ما يتحرقليش، يعني من بعد نحي الالومنيوم طيشيه ما تظلي تفزدي المول تاعك ما والو. درت بابي كويسون، هنا نشتي نحكمو بهذو باش يعاونوني في الخدمه. نحط الدجاجه وشتو هذيك الماريناد اللي فضلت لي من الدجاجه، حكمت كاس تاع الروز غليتو وحكمت خلطته في هذيك لا ماريناد باش يشرب لنا البنه. ونحكمو نعمرو الدجاجه تاعنا. هنايا الروز بريسيوه شويه باش تعمر مليح. هنا بعد ما كملتها نسيي نغلقها. هنا جبت اعواد الاسنان هذو ونغلق الفتحه هذيك بالشكل راكم تشوفوا فيه. وهنايا ثاني شتو تحت العظم تاع الفخذ حطوا العود تاع الاسنان باش يبقى واقف الفوق. بهذه الطريقه الدجاجه تاعكم راح تبقى محافظه على الشكل هذا. هنا زدت لها واحد من الفوق ثاني باش يعني ما تتحركش كي نغلفها. نزيد الجنحين ثاني. هنا بعد ما كملتها نغطيها بورق الزبده بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه. هنا زدت ورق زبده واحد اخر، ما كنتش حابه يعني المرق اللي يسيح من الدجاج يهبط الالومنيوم ويقيسو. وعاودت غطيت بورق واحد اخر وزدت كملت بالورق، يعني انا غطيتها بثلاثه باش تطيب لي مليح. هنا نزيد نغلق مليح ونعاود نغطيها بالالومنيوم وندخلها على فرن مسخن على 250 درجه شاعل من الفوق ومن التحت. خليوها لمده ساعتين. ساعتين راح تلقاوها طايبه الزبده، يعني ما تظلوا رايحين جايين ني طولوني والو. هنا بعد ما فات ساعتين فتحت عليها وشوفوا لاصوص اللي طلقتها. لذيك ما حبيتش نديرها ديريكت فوق الالومنيوم، نهز نسقيها شويه ومن بعد ندهنوها بشويه زبده. والله انا نشتي نرش عليها هذوك لي زيبيس تاع الدجاج باش يعني تجي محمره من الفوق. ونعاودو نرجعوها للفور، يعني ترجعوها من 10 دقائق راح تلقاوها تحمرت. هنايا بعد ما تحمرت لي الدجاجه شوفوا كيف خرجت ما شاء الله. وشوفوا كيف يعني ورق الزبده هذا يعاوننا بزاف في الخدمه. هنا نحي هذوك اعواد الشواء. شوفوا النتيجه الرائعه اللي تحصلنا عليها، يعني تحمر الوجه وجات طايبه زبده. ديروا هذيك الطريقه تاع الزبده في الزدر راح تعجبكم بزاف بزاف. شوفوا النتيجه كيف جات. جربوها بهذه الطريقه على بالي راح تعجبكم، وديروها في اي مرسول دجاج تحبوه. بسلامه الى فيديو قادم.